السلام عليكم. ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. مش كل تضحيه بتضحيها في العلاقه دي بتتحس بحب. في ناس لما بتيجي تضحي بتضحي من غير ما تسمع ولا تفهم شريك حياتها محتاج ايه، وده بيسبب عبء كبير. ممكن تكون بتضحي بحاجات كبيره، ممكن تكون بتضحي بحاجات ليها قيمه، ولكن بتبقى عندك انت مش عند الطرف التاني. الطرف التاني ممكن يكون مش شايفها ولا شايف ان ليها قيمه ولا شايف ان ليها معنى، وممكن تكون بالنسبه له مش مفهومه، وده بيسبب عبء كبير جدا في العلاقه دي، لدرجة إن ممكن الطرف التاني يبان في العلاقة دي إنه مش مفهوم، وده بيسبب وجع أكبر من عدم التضحية نفسه. المشكلة هنا مش في النية، المشكلة هنا في الوعي وعدم الإنصات. لو أنت بتحبني بجد افهمني، لو أنت بتحبني بجد اسمعني واعرف إيه اللي هيفرق معاك. مش إن أنت تفرض عليا تضحية معينة أنت بتضحيها، أو تفرض عليا طريقتك في العلاقة. وفي الآخر لو أنت عايز تضحي، ضحي بحاجة اللي قدامك فعلا يكون محتاجها، حتى لو كانت مختلفة عن اللي أنت عايزه أو اللي كان في خيالك. سلام.